جاب لجولدا مائير الضغط والسكر، وشيمون بيريز قال عنه تلاعب بي مثل طفل صغير، وبسببه انتحر 6 من ضباط الموساد. خدع المخابرات الإسرائيلية 11 سنة، وزار تل أبيب 38 مرة، وسرق منهم أحدث جهاز تجسس وإرسال في العالم، وبعت لهم رسالة من القاهرة بيقول لهم نشكركم على حسن تعاونكم. جند جوجو أخطر ضابطة في الموساد، وجابها على مصر وخلاها تدخل الإسلام، وكشف إبراهيم شاهين وانشراح موسى، والسادات قال له لولاك ما كنا عبرنا القناة. قصة أحمد الهوان أذكى جاسوس مصري في التاريخ. يوم 6 أغسطس سنة 39 اتولد في السويس وعاش هناك لحد النكسة، ولما إسرائيل ضربت المدينة في 67 مراته اتصابت في القصف وخسرت عينيها، والمركب اللي كان شغال عليه أحمد اتدمر. وهنا بياخد أسرته وبيطلع على القاهرة، وفي العاصمة حاول يشوف شغل، لكن الظروف كانت صعبة، فاضطر يشتغل في بيع المواد التموينية في السوق السوداء، بس منجحش وكل الأبواب اتقفلت في وشه. وبيفتكر أحمد الهوان خواجة يوناني كان بيشتغل معاه في المينا ومديون له ب200 جنيه، لكن الراجل سافر بعد الحرب، وبيقرر يسافر له يطلب منه الفلوس اللي عليه أو يوفر له شغل على سفن الشحن بتاعته. وبالفعل بيسافر اليونان وبيفضل يدور عليه، لكن ملوش أي أثر. ولما بيفقد الأمل بيحجز عشان يرجع مصر، وقبل ما يركب السفينة بيسمع إن الخواجة ظهر، وبينزل الهوان وبيجري يروح له، والراجل بيعرض عليه شغل في سفينة رايحة إنجلترا. وبيبتدي أحمد الهوان الشغل، وبيتعرف على بنات يهود في الرحلات اللي بيعملها، ومنهم بنت اسمها جوجو، واللي عرضت عليه يشتغل في الشركة بتاعت أبوها، وبيوافق على العرض. بس الكارثة إن جوجو كانت في الأساس ضابطة في الموساد ومهمتها تجنيد جواسيس عرب، وبيروح الهوان عشان يبدأ شغل معاهم، وخصوصا إنه وقع في حب جوجو وهي كمان حبته. وهناك بيقابله مدير في الشركة وبيقدم له نفسه باسم أبو داود وجنسيته سوري، لكن أبو داود في الحقيقة كان شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل السابق. وبيريز أو أبو داود بيطلب منه يرجع مصر ويجمع له معلومات عن السفن الموجودة في القناة. وفي اللحظة دي بيحس إن في حاجة غلط، وبيرجع القاهرة وهو مقرر يبلغ باللي حصل معاه في اليونان، وما بيرضاش يحكي لأي حد غير جمال عبد الناصر شخصيا. وفضل مصمم 4 أيام ما يتكلمش غير قدامه، وبيستقبله عبد الناصر، وبعد ما بيسمع منه بيقول له يا ريت كل الشباب يبقوا زيك يا هوان، وبيكلف المخابرات العامة بمتابعة العملية. وما كانش صعب على المخابرات المصرية تعرف الحقيقة، وقلبوا الجيم على الإسرائيليين. والخطة مشيت في طريقين. أول حاجة المخابرات ابتدت تدرب أحمد الهوان، وفي نفس الوقت خلوه يجمع المعلومات اللي طلبها منه الموساد. واللي مسك العملية واحد من أبطال المخابرات العامة المصرية، وهو اللواء عبد السلام المحجوب، وبيبلع الموساد الطعم. وفي سنة 68 بيسافر أحمد الهوان هولندا عشان يقابل رجالة المخابرات الإسرائيلية ويتفق على شغل جديد، لكن هناك كانوا عاملين مصيدة وحبسوه في مزرعة، وقالوا له في ناس شافتك جوه مبنى المخابرات المصرية. ولما أنكر بعتوا له 12 راجل فضلوا يضربوا فيه عشان يعترف، وفي النهاية اتأكدوا إن أحمد الهوان أمان ومش بيخدعهم. واللي زود ثقتهم المعلومات الحقيقية اللي كان بيبعتها بالتنسيق مع المخابرات المصرية، واستخدمته المخابرات في تزويد اليهود بمعلومات خادعة. ومن الثقة مرتبه الشهري كان $5000 و$100 عن كل رسالة بالحبر السري، وعملوا له جواز سفر إسرائيلي باسم يعقوب منصور، ووظيفته سكرتير أول سفارة إسرائيل في روما. وعن طريق الباسبور الإسرائيلي زار 53 دولة، وخلال 11 سنة راح تل أبيب 38 مرة، وعمل علاقات مع أكبر قيادات البلد، وبقى ينقل أخطر الأسرار لمصر صوت وصورة. وجولدا مائير كرمته بعد ما نجح في اختبار لمدة 4 ساعات على جهاز كشف الكذب. وقبل أكتوبر قدم معلومات كتير ساعدت في العبور، وكمان كشف مجموعة من عملاء الموساد في مصر، وأهمهم وأخطرهم إبراهيم شاهين وانشراح موسى. والأقوى إن أحمد الهوان جند جوجو لصالح مصر، ولما اشتغلت مع المخابرات العامة جابت معلومات من قلب الجيش الإسرائيلي وقدمت تقرير خطير عن مفاعل ديمونة، والموساد شك فيها فحاول يقضي عليها بجرعة مخدرات زايدة. بس الهوان بيلحقها وبيجيبها من إيطاليا للقاهرة، وفي الأزهر بتعلن إسلامها وبقى اسمها فاطمة الزهراء. والفصل الأخير من بطولة أحمد الهوان اتكتب يوم 9 أكتوبر سنة 73 لما وصلت له رسالة من الموساد بتقول له يجي فوراً على تل أبيب، وبيجس إنه اتكشف وإنهم طلبوه عشان ينتقموا منه ويقتلوه.
وبيقول أنا كده عملت اللي عليا وهعتزل. وبيعزمه الرئيس السادات على العشاء وبيقول له يا أحمد لو مصر طلبت منك تحط راسك تحت الترماي ما تتأخرش. وبيطلع الهوان من عند السادات وبيسافر تل أبيب عن طريق إيطاليا، وهناك فضل يعيط كل ما يعرضوا عليه صور من الخسائر الإسرائيلية. ولما هدي شوية دخلوه في مكان فيه شاشة عرض سينمائي وعرضوا عليه مجموعة من الأسلحة المصرية وطلبوا معلومات عنها، وكمان ادوله أحدث جهاز إرسال في العالم واللي سلمهوله شيمون بيريز وهو بيقوله الجهاز ده أهم من كل ضباط الموساد. وبياخد أحمد الهوان الجهاز وبيرجع بيه على مصر وبيسلمه للمخابرات اللي بتقرر تدي الموساد درس عمرهم ما هينسوه. وعن طريق الجهاز ده بيبعتوا أعظم رسالة في عالم المخابرات وبتقول من المخابرات العامة المصرية إلى المخابرات الإسرائيلية نشكركم على إمدادكم لنا بأدق وأخطر أسراركم التي كشفت لنا المزيد من عملائكم داخليا وخارجيا. شكرا على حسن تعاونكم وإلى اللقاء في جولات أخرى. وبعد الرسالة بينتحر 6 من أكفأ رجالة الموساد وكانوا مسؤولين عن تدريب البطل المصري. وبتفضل عملية أحمد الهوان من الأسرار لحد ما المخابرات بتقرر تكشف عنها في مسلسل دموع في عيون وقحة من بطولة عادل إمام اللي عمل دور جمعة الشوان.